طبعا معانا اللقاء المميز المخرج الكبير استاذ ابراهيم باشا. ازي حضرتك؟ الحمد لله زي الفل. منورنا قبل كل شيء. حبيبي يا استاذ سعيد. المخرج الكبير استاذ ابراهيم انا بتشرف بيه، وهو صديق شخصي وحد محترم، حد جميل، وليه اعمال فنيه كتيره جدا. يعني مخرج يعني نقول محمد سامي الثاني. الله يعزك حبيبي حبيبي حبيبي. ده يعني انا شايف كده. ربنا يخليك يا رب يا حبيبي. النهارده كلنا جايين نجامل المخرج محمد ايضا، مبروك على الفيلم الجميل. تقول له ايه النهارده وكل الفريق عمل النهارده؟ طبعا بقول له الف مبروك بجد، اجتهد وتعب كتير، شغال بقاله فتره على الفيلم، والكرو اللي معاه حلو جدا ما شاء الله، تمثيل، هو كمان شايل الموضوع بطريقه ما شاء الله، اجتهد في كل حاجه من A to Z. تمام. فانا طبعا حضرت معاه مراحل الفيلم، فبجد مجهود جبار. تمام. حقيقي. المخرج ابراهيم باشا تقول ايه النهارده الفريق العمل النهارده؟ يعني طبعا حضرتك كمخرج انا كاعلامي طبعا بنسان طبعا بعد ما تشوف فيلم اكيد يبقى في نقد فني قبل طبعا. شيء. في ناس بتزعل بالنقد دوت لان لا، النقد بناء مش هدام. بالعكس، طالما النقد بناء بالظبط كده. فالمفروض صاحب النقد يبقى مبسوط. بالظبط كده. ليه؟ لان هنطلع له معلومات او بالظبط تفيده شويه ديتيلز المفروض ان هي هتفيده فيما بعد. تمام. انما النقد الهدام هو اللي بيزعل. بالظبط كده. فلا ما شاء الله المجهود يحترم بجد من كل الناس، الكرو كله، من اول الاستاذ محمد عيطه طبعا اللي تعب كتير جدا في الفيلم، وكل الابطال اللي عمل، وكل حد حتى قال كلمه في الفيلم. طبعا بجد كلهم برافو عليهم حقيقي. طبعا مش هنقول بطوله، كلهم ابطال في الفيلم. الفنانه هبه الغنام، الفنان حازم الفنان هبه الغنام، الاستاذ حازم الجمال، الفنان محمد فارس، محمود فارس، مش عايز انسى اي حد، كلهم نجوم ان شاء الله. يعني انا شايف تقول لي ايه الافيش؟ ايه رايك في الافيش؟ جامد بامانه والله جدا جدا حقيقي. الفكره بتاعته جميله جميله قوي، والوانه حلوه كمان. صح. بجد هو اجنبي صح كده؟ لا جدا. تمام. عايزين نعرف بقى الجمهور بقى ايه اخبار الاعمال الفنيه ان شاء الله. انا دلوقتي بعمل مسلسل لايت كوميدي 15 حلقه مع منتج صيني، عنده منصه عالميه في الصين وكوريا واليابان، ومشهوره جدا في الامارات، يعني اشهر دوله عربيه فيها الامارات ما شاء الله، حاجه عاليه جدا. ف ده ستارت جديد خالص. تمام. فربنا كريم ان شاء الله. تقول ايه للفنانين اللي هي اول ما تخش مجال الفن كله عاوز يبقى ستار، يبقى نجم كبير؟ يعني في ناس كتير تعبت عقبال ما وصلت، يعني انت تعبت في بدايتك يا استاذ ابراهيم وعقبال ما وصلت الحمد لله. هو كل واحد بس ما حدش بيطلع السلم مره بالظبط كده. وطول ما انت جايبها من تحت، طول ما انت اتعلمت واستفدت واستمتعت بالرحله، لان الرحله مش حطيت رجلي على السلم او دوست على الزرار طلعت في الاحسن سلم. اكيد. فحبيبي يا عمرو عاشت الدنيا ده حلو. بجد الرحله ذات نفسها بتبقى ممتعه للي بداها من تحت. بالظبط كده. يعني الاستاذ عادل امام في بدايته خالص في الاجنده الخاصه بتاعته كان كاتب ان هو في يوم من الايام هيبقى اهم ممثل في الوطن العربي كله، وقد كان. فانت اهم حاجه تبقى راسم لنفسك بلان وماشي عليه كويس. انا دايما بقول النجاح هو الاستمرار. بالظبط كده. هيقابلك في البدايات. يعني انا كمذيع يعني كتير قالوا لي انت هتظهر في التلفزيون يا استاذ سعيد، انت هتظهر على الشاشه. لما ربنا يهديك، طالما انا شغال وعلى سلمه كويسه ما نزلتش عنها. بالظبط كده. فانا في طريق كويس. بالظبط كده. ما نزلش عن السلم. يعني حتى لو ما عرفتش اطلع في الفتره دي فانا ما نزلش عن السلم اللي انا فيه. وكده كده كلنا في طريق واحد. بس مين ربنا انعم عليه وبقى في الاول، ومين لسه في نص الطريق، ومين في بدايه الطريق. بالظبط كده. دي بتاعت ربنا مش بتاعت حد. اكيد. يعني في اجتهادات وفي اسباب. بالظبط كده. بس انت على الطريق. تمام. المخرج الكبير ابراهيم احنا بنتشرف بيك، ونورت شارع المعز، ونورت قاعه نجيب محفوظ، ان شاء الله هيبقى عرض فيلم شيق ويعجبك ويعجب الساده المشاهدين. في نهايه اللقاء تحب تقول ايه لاعلام سعيد بيك؟ ده انا شرف ليا والله يا عم سعيد ان احنا عملنا لقاء مع بعض 12 سنه من 2013. فبجد انا مبسوط جدا. حبيبي. الله يعزك. في نهايه اللقاء حد تقول للجمهور؟ انا عايز اقول له ماشي اوكي. اتفضل مخرجنا. طبعا بيزيدنا شرف المخرج الكبير فيلم الزاجين النهارده استاذ محمد الراجل الجنتلمان المحترم، المخرج الكبير الاستاذ ابراهيم. النهارده بيتكلم كلام كبير النهارده في حقك. بص مهما اتكلم واقول يعني مش هقدر اوصف قد ايه الاستاذ ابراهيم الباشا استاذ مدرسه، اخ، اب بجد. بفضل كبير عليا قوي بعد ربنا ان انا ابقى واقف الوقفه دي، ان انا اعمل حاجه. مدرسته بنتعلم فيها كل حاجه، بنتعلم ازاي نعتمد على نفسنا. مؤلف، مخرج، مدير تصوير، مونتير،
كل شغلانه في اللوكيشن، مسطب اضاءه، كل حاجه في اللوكيشن اللي هو علمها لي. ازاي اعتمد على نفسي، ازاي ابني فيلم من الاول للاخر لحد العرض اللي احنا شايفينه ده. مهما اتكلم بجد مش قادر اوصف حبي ليه، لانه بجد هو جميل. قبل ما يكون استاذ، لا هو اخ، راجل ابن اصول، في صفات كتير من صفات الملائكه بصراحه. كلام جميل من مخرج لمخرج. هذا استاذ طبعا زي شرف المخرج جميل ابراهيم باشا، المخرج محمد عيطه. انتم نجوم محترمين، وان شاء الله ربنا يوفقكم في مجال الاخراج. في نهايه اللقاء بتقول للشعب المصري والوطن العربي، واحنا في شهر شعبان وداخلين على شهر رمضان، تقول ايه؟ كل سنه طيب الاول. الله يعزك يا رب وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين طبعا، ورمضان كريم، ويا رب دايما كده متجمعين في الخير. رمضان يجمعنا ان شاء الله باذن الله. كل سنه طيب. الله يعزك وانت طيب يا رب. كل سنه طيب يا مخرج. الصحه والسلامه. اعزائي المشاهدين، الى لقاء اخر مع نجم اخر، وان شاء الله نشوف العرض فيلم ذا جيم بطولة نجوم كبار جدا في هذا العمل الفني الكبير بإخراج المخرج الكبير محمد عيطه. واشكر في هذا اللقاء الموازي الصديق المخرج الكبير المحترم اللي احنا بنشرف بيه في كل مكان ابراهيم الباشا. شكرا لك يا حبيبي، شكرا سعيد. تسلم يا رب.